مر عامان على انتفاضة الشعب المصري بعد سنوات طويلة من السكون حين أدهش العالم بثورة يناير. بدأت مقدمات ثورة يناير تظهر في الأفق في منتصف العقد الماضي. انت شعب صبرت كتير، وانت يا شعب صبرت كتير، ارفع صوتك بالحرية. اصحي يا مصر، اصحي يا مصر، دول سرقوك كلاب الأرض. يسقط حسني مبارك، يسقط حسني مبارك. صوت كفاية مش هيموت، ثورة في كل مكان. صوت كفاية مش هيموت، ثورة في كل مكان. عايزين مبارك. حسني مبارك يا جمال، حسني مبارك يا جمال. احنا بدأنا العصيان، احنا بدأنا العصيان. وجاء عام 2010 يحمل أحداث مهدت الطريق لدعوات الغضب قبيل الثورة، ومنها على سبيل المثال التزوير السافر في انتخابات مجلس الشعب آنذاك، مقتل خالد سعيد وسيد بلال على يد رجال الشرطة، وتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وثورة تونس وغيرهم. ظهرت في نهاية 2010 عدة دعوات موجهة إلى الشعب المصري من بعض القوى السياسية والشباب المستقل من خلال عدة وسائل، أبرزها برامج التواصل الاجتماعي على الإنترنت. نادت هذه الدعوات بخروج المصريين إلى الشوارع في يوم عيد الشرطة صاحبة الدور الكبير في إيذاء وقمع الشعب المصري، وهو يوم 25 يناير 2011، وذلك من أجل التعبير عن الغضب والرغبة في تغيير الأحوال السياسية والاقتصادية السيئة، وسمي بيوم الغضب. استجابت جموع كثيرة من الشعب المصري لتلك الدعوات، وامتلأت الشوارع بمختلف أطياف الشعب باحثين عن أمل جديد للتغيير، وحاملين شعارات عديدة أبرزها عيش، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. وتلاحقت الأحداث وزاد الصدام بين الشرطة والمتظاهرين حتى جاء يوم 28 يناير الذي عرف بجمعة الغضب، ويعتبر هذا اليوم هو يوم الحسم بين الشعب والشرطة ومن ثم النظام السابق. وانسحبت الشرطة بعد عدة مواجهات عنيفة مع المتظاهرين، وكان هذا هو أول سقوط فعلي لرموز النظام السابق وبداية إشراقة الثورة المصرية. يا نظام ما بيتلم، يا نظام ما بيتلم، ولا عدلي ولا حبيب، ولا عدلي ولا حبيب. الحق يا وزير التعذيب، الحق يا وزير التعذيب. وبعد فشل المواجهة المباشرة مع المتظاهرين ومع انتشار الثورة في جميع ربوع مصر وفي نفوذ غالبية الجماهير المصرية، بدأت محاولات غير مباشرة لتحجيم الثورة، مثل تشويه صورة المظاهرات والمتظاهرين وترهيب المواطنين في بيوتهم عن طريق بث إشاعات تدخل الرعب في القلوب، وذلك محاولة لمنع المواطن من النزول للمشاركة في المظاهرات. وظلت المحاولات بطرق عديدة لعزل الثورة والمتظاهرين عن باقي المجتمع. ومع تصاعد الأحداث وردود أفعال النظام السابق، ارتفع سقف المطالب، وأصبح الشعار الذي يردده المواطن العادي وليس فقط القوى السياسية هو: الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. عاش الشعب المصري 18 يوما من أهم وأصعب فترات حياته، ما بين صراع وخوف وصمود وسقوط شهداء، وبين رغبة وأمل في التغيير والعيش حياة كريمة، حتى أعلن رسميا في 11 فبراير 2011 تنحي الرئيس السابق عن الحكم لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتتابعت الأحداث بين شد وجذب، وبين عنف وأمل، وبين قتل وميلاد تاريخ جديد للبلاد.
وبدأت مصر في المرحلة الانتقالية لحين إرساء نظام حكم جديد، وتم اختيار أول رئيس منتخب لمصر وإقرار دستور جديد، وما زال البعض ينتظر مجلس شعب جديد، والبعض الآخر يطالب برحيل النظام. يبقى في توازن شوية، توازن. انت عندك رئاسة مثلا يمثلها الإخوان، كويس. لازم يكون في برلمان متوازن شوية يوازن مع الحكومة. اعتقد ان المعارضة ماشية بشكل كويس، ان هي تبدأ تاخد مقاعد اكتر من البرلمان اللي فات. يعني هو نظام كتلة واحدة، يا اما يتشال يا اما مفيش حاجة تتغير. لا انا مش مع اسقاط نظام مرسي، انا بقول ادوله فرصة لحد ما نشوف، لكن ما نقولش يسقط. اصل هنقول يسقط بناء على ايه اللي شفته منه؟ ولا شفته كويس ولا شفته وحش. هو لسه يا دوب بيأسس البلد، بتقوم من اول وجديد بتتأسس. انا عايز اشيل النظام دون، وعايز كله يمشي ويبتدي شغل زي ما احنا ابتدينا من اول برضه. ما هو مش مشكله، احنا اللي خلانا صبرنا كل ده نصبر تاني. يعني ان انا مثلا تقولي لي ان نديله فرصه ونديله ما اعرفش ايه، كل الحاجات دي انا ما اقتنعش بيها، لان هو كان قدامه حاجات كتير يقدر يعملها، وضحك على الناس بالدين او ضحكوا على الناس بالدين. وانا واحد من الناس يعني ما انبسطتش من اللي هم بيعملوه. لا التعديل، اصل الاسقاط هنفضل كل يوم بقى نعمل انتخابات واسقاط وبتاع. لا احنا اللي بنطلبه منه ان هو يبتعد عن الجماعه، ويبدا يشوف الناس اللي بتفهم بتاع الاقتصاد، يشوف بتاع الاقتصاد. انما الجماعه بتوع الاخوان دول بتوع جوامع. والمفروض ده يتعدل، لان بقى ايه نشيل مرسي خالص، وكان هو والاخوان. يا البلد كل يوم في سقاط، كل يوم بتسقط. مش مع الاسقاط طبعا، مفيش شعب بيقوم بثوره كل سنتين ثلاثه، يعني ما بتحصلش مبدئيا. اللي عايز يسقط النظام يتغير هو الاول. حكومته، الوزاره بتاعته، انا مش شايف جديد منهم. هو جاب حكومه وجاب وزاره والكلام ده كله، ومش شايفين اي جديد. مفيش حاجه جديد بيحصل خالص في البلد، بالعكس تزداد سوء. وانا مع الاستقرار عموما بقى، نبتدي نستقر. وانا مش شايف ان الموضوع ليه علاقه بالنظام، الموضوع ليه علاقه بينا احنا كشعب. محتاجين ان احنا نشتغل بقى، ننتج، لان احنا كده محتاجين ملاك ينزل لنا بقى يحكمنا مع العصايه السحريه، يغير بقى الدنيا، يضرب الارض تطلع بقى بلد جديده يعني. لكن هنقعد نغير في انظمه، هنغير في انظمه مش هيجيبنا حد. مش هينفع نسكته عشان ده شعب اختاره. احنا ضده، بس يعدل بقى من نظامه. احنا فعلا احنا كلنا ضد الاخوان، كلنا مش عايزين اخوان تمسك البلد، بس لازم يعدل فعلا. هو اللي لازم يعدل الحكومه بتاعته. يعني احنا عايزين نعيش في امان الله، والراجل ده كويس الحمد لله، يعني يبقى كويس جدا، واللي شايفين كده خير. الناس اللي قاعده عند قصر الاتحاديه وكاتبين له ياخد يسقط النظام بتاع مش عارف ايه، عايزين ايه؟ 10 12 واحد قاعدين عاملين خيام وبتاع، قاعدين هيعملوا ايه؟ جاي تفرض مثلا ضرايب في امور البلد اصلا ما فيهاش فلوس. بالاساليب اللي ماشيه دي لا، لازم يقف، ما ينفعش يجري. انت هتكمل عليا وتفرض عليا قوانين وضرايب وتحط لي اسس للبلد، وبتقول لي كمان في الدستور 10 سنين قدام لازم اقتنع بيها، ما ينفعش اعدلها. لا صعب ان انا 10 سنين اسمح بحاجه زي دي، او 4 سنين او سنتين كمان. ليه؟ نظام مرسي ما برضو الراجل ما عملش حاجه، كل يوم وعود، بس ما فيش حاجه بتتقدم. كل يوم حاجه جديده بنسمعها، بس فين التقدم؟ ما فيش اي تقدم خالص، وما فيش اي وعود ولا اي حاجه. احنا عايزين الامان لنا ولعيالنا ولا راجلنا ولا حالنا وبس. انا ما اقدرش اقول اسقط النظام، لان انا ما اعرفش الجاي ايه. بس هي المشكله الراجل ده جاي في وقت صعب برضه، فهي برضه في نفس الوقت محتاجه وقت كبير. بس المشكله ان الوقت الكبير ده، هل الراجل ده هينجح ولا زي ما هو هيستمر؟ يعني عندي امل تبقى البلد تبقى احسن بكتير عن الاول. بالرغم من استمرار المرحلة الانتقالية والحالة الغير مستقرة للبلاد، إلا أن الشعب المصري ما زال يأمل في تغيير حقيقي. تحية لكل شهداء مصر الأبرار. دينا بهاء، شبكة أخبار المصري.